مرحبا وليد اسماعيل. اتفضل يا ابو فاسيه، اتفضل. مرحبا. اتفضل. لا لا تغلط، ليش سباب ولعان؟ يا عم ليش ده انا تغلط؟ اتعلمت من دينكم، اتعلمت من دينكم يا بيشو. مو هاي سبتك ترجع يا لصاحب باشا الفسول على اتعلمت من المنبر. دينكم، يابا اتعلمت من دينكم، اتعلمت من دينكم. اتفضل خش في هو الموضوع على هو طول، فسح على المنبر خش في وراح. الموضوع على طول، خش في الموضوع على طول. اتفضل. انت شنو موضوعك؟ انت انا شنو موضوعك؟ موضوعي ارتداد اسماء بنت عميس، كيف تزوجت ابي بكر ايه الصديق وهو كافر او منافق، كيف تزوجته؟ اتفضل. والله عز وجل ولا تنكحوا اولا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. اتفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا ارتداد اسماء، انت جاي ترتكب حرام وهي لم ترتد. هاي يا اولا، استاذ انت هذا طول لا لا لا، انا ما الحلقه سالت دلوقتي، انا ما هاي سالت عن الارتداد حرام دلوقتي، عليك. انا ما سالت عن الارتداد دلوقتي. كل واحد ليه سؤال معين، انا بفصل الاسئله حسب المتصل اللي قدامي. سؤالي هو كيف تزوجت اسماء من ابي بكر الصديق وهو كافر او منافق؟ اتفضل. انت قلت لي هي ارتدت، كيف تزوجت الامام لا علي؟ يا انت شلون انت استاذ، غيرت السؤال؟ خلي الرده دي دلوقتي، خلي الرده دي دلوقتي. ازاي اقول لك ارتدت وازاي تزوجت؟ يعني اجمع ما بين الاثنين ازاي؟ ده حتى ما تدخلش العقل. انت حسب كلامك. انا دلوقتي مش حسب كلامي، اديني اهو فسرت كلامي. انا سالتك سؤال، لماذا اسماء، كيف تزوجت اسماء من ابي بكر الصديق وهو كافر او منافق؟ اتفضل. انت هذا جاي اقرا كلامك ارتداد اسماء بنت يا عم عميس، سيبك وهذا من حرام العنوان عليك دلوقتي، يا عم الى روح يوم الدين. للعنوان ما تقلقش. واحده واحده، ناخدوها بالتدرج، واحده 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 واحده. ايه واحده واحده. تفضل. الآن بداية تفضل. كيف لأسماء بنت عميس أن تتزوج كافر أو منافق؟ اتفضل. المنافق يجب معاملته معامله المسلم. المنافق عامل معاملة المسلمين؟ اي نعم. متأكد؟ اي نعم متأكد. طب جميل جميل جميل. إذا كيف علمتم أن أبا بكر منافق؟ اتفضل. من افعاله اللي هي إيه؟ تطاوله وتجاوز على الرسول. لا 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 لا، واحدة واحدة بس، واحدة. يعني هو تطاول على الرسول وتجاوز على الرسول، صح؟ نعم. إذا بتطاوله نعم. على الرسول وتجاوزه على الرسول أصبح منافقا، صح؟ اي نعم منافق. جميل، يعني أصبح معلوم النفاق، صح؟ اي منافق. أيوه معلوم النفاق. طيب هي إزاي بقى اتجوزت واحد معلوم النفاق؟ يعامل معاملة المسلمين. لا يا أستاذ، معلوم النفاق لا يعامل معاملة المسلمين، ولذلك الله عز وجل لا قال ولا يعامل تصلي على أحد المسلمين. منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. والله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم، اسمعني بس، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. صلى عليه. ها المهم صلى عليه، صلى عليه، عامله معاملة المسلمين. يا أستاذ الله عز وجل نهاه عن الصلاة، تمام؟ نهاه عن يا الصلاة. أخي صلى زين. نهاه عن الصلاة. آخر معلش عشان أنا بحب لك الشعر يا هل يصلى على المنافق بعد نزول هذه الآية؟ الله عز وجل عندما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هل يجوز الصلاة على المنافق بعدها معلوم النفاق؟ النبي صلى عليه بعد نزول يعني صلى الآية، عليه. بعد نزول الآية، عشان نطلع من قصة الهبلة اللي انتم بتقولوها. بعد نزول الآية هل جاز لأحد أن يصلي على منافقا معلوم النفاق؟ الرسول هو الذي يعلم. يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي. ليش تغلط؟ ليش تغلط؟ يا غبي. أنا بقول لك بعد نزول الآية، بعد نزول الآية هل جاز لأحد أن يصلي على أحد معلوم النفاق؟ الناس العاديين يجوز. هذه الآية تخص النبي يا روح يا أبو فاسي، يلا روح يا أبو فاسي، يلا يا أبو فاسي، يلا شيال